السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في المشهد الثاني من مباراة الأهلي والجيش الملكي اللي انتهت 1-1. هنا في المشهد الأول على الترهيب الرهيب اللي شافه النادي الأهلي من الجمهور والفريق والجهاز الفني، الفريق المنافس طبعا الجيش الملكي. نتكلم هنا عن طرق طبعا الشوط الأول النادي الأهلي كان مخترق دفاعيا. الاختراق اللي حصل ده نتيجة عدم لعب الفريق ككتلة واحدة. أنا بتكلم رجوع لاعبي الهجوم وخط وسط عشان مع المدافعين مع سوء حالة مروان وإيليان. فبصراحة النهاردة الدفاع كله كان مخترق، وشوفنا حوالي 5 أو 6 فرص في أول 35 دقيقة من الشوط الأول. يعني بصراحة كان هيودوا النادي الأهلي في حتة تانية. نيجي الراجل شاف الكلام دوت هنقول راحت منه الشوط الأول، راح منه الشوط الأول كده. لا، الراجل لم نفسه بسرعة. الشوط الثاني شفنا حاجة غير كده تمام. النادي الأهلي ابتدى يقف على رجله. النادي الاهلي انسوا الجمهور وانسوا اللعيبه وانسوا الارهاب اللي موجود في الملعب. ابتدى النادي الاهلي لا الدنيا اختلفت، يمسك كوره، حجم الفريق، مفيش هجمات للفريق خسر لان النادي الاهلي ماسك كوره مسيطر على المباراه. بس النادي الاهلي هو اللي بيلعب على الارض رغم اللي احنا شايفينه في المدرجات دي ورغم الحاجات اللي بتتهدف دي واللي مش هنتكلم عليها برضه. بس في الاول وفي الاخر الراجل نظم نفسه، نظم دفاعاته، نظم لعيبته، حفظ اللعيبه اماكنها. ابتدت النادي الاهلي يسلسل الكوره ويلعب كويس. لا، النادي الاهلي بيوصل. النادي الاهلي منع خطوره المنافس الجيش الملكي تماما. لا، الراجل عمل قلبان في الشوط الثاني، وقف اللعيبه على رجلها. هنتكلم على تغييره الروعه بتاع بن رمضان. نزل بن رمضان، هو حس ديانج مش في حالته، نزل بن رمضان. وبن رمضان تحركاته احنا عارفينها. مع اول تحرك سليم ممتاز من بن رمضان، عملها صح، عرضيه للراجل الصح صاحب المواقف على طول اللي شال الاهلي الفتره الاخيره تريزيجيه عشان يسجل هدف التعادل النهائي. تغيير ولا اروع من كده. ده اللي يبان شغل المدرب، عباره المدرب للمباراه. شوط راح مني، طب خلاص الحق نفسي الشوط الثاني وده الثاني. ابو كبير لروب الشوط الثاني وللعيبه. وهو ده اللي احنا متوقعينه دايما. النادي الاهلي سواء بيلعب جوه او بيلعب بره. وهنقول برضه شمال افريقي شكرا، ولازم تعرفوا ان انتوا بتلعبوا النادي الاهلي. معاكم هشام حامد في الكوره. السلام عليكم.